السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله أنتوا كويسين. مرحب بالمشتركين في القناة، حبابكم القناة نورت بيكم. وتحية خاصة لمروة هوم وأم شاذلي ويوميات مها وأخواتي أماني وعليا. أقول لكم متعكم الله بالصحة والعافية، وبارك الله في رزقكم ودنياكم وآخرتكم. الليلة الفيديو ده إهداء لكل المشتركين. أقول لكم أنا سعيدة بوجودكم، وإنتوا كمان هتسعدوا بي إن شاء الله، ونكون أسرة واحدة وتكبر القناة بوجودكم. اليوم كان مليان شديد، نشاطات كتيرة. زي ما انتوا عارفين العيد على الأبواب، والنظافة والنشاطات دي كلها. ربنا يقدرنا إن شاء الله. وما تنسوا الدعوات، الأيام مباركة والدعاء فيها مستحب ومجاب. بس أنا حاولت أقصر لكم الفيديو بقدر الإمكان، وما إنه طويل لكن برضو أنا قصصت منه كتير عشان ما أطول عليكم. عملت ملاحة مرقيقة بحلة الضغط، ودي أول مرة صراحة أعملها بالحلة. بعمل ملاحات تانية لكن الأمريكية أول مرة. جبت المكونات بتاعتي: نص كيلو لحمة، ممكن ضاني وممكن بقر، لكن أنا بحبذ الضان لأنه نكهته حلوة وخفيف على الأمريكية. اللحمة تكون شحمانة شوية عشان بعدين بتديني طعم جميل للأمريكية. جبت بصلتين وشطة، 3 قرون شطة، والثوم تشوحيهم في الزيت شوية لأنه كده بيدي بعد النكهة لذيذة لذيذة جدا 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 للأمريكية بتاعتي. وبعد ذاك نزلت باللحمة بتاعتي ولخبطتهم. كبيت بهارات صحيحة، بهارات كاملة. كبيت الفلفل وكبيت الكزبرة والملح ومكعب ماجي واحد عشان تبقى طعمة، وطماطمة. الطماطمة يا جماعة بتديها طعم حلو ولون كده خفيف، ما بتكون بيضة شديد، فبتديها لون كده خفيف كده، لون حلو. والطعم كمان بيكون أحسن. أضفت توم ولخبطتهم شوية كده مع بعض. وبعد كده نزلت بالموية بالموية السخنة كبيتها في الحلة مباشر. وبعد كده خلاص أنا هغطي الحلة بتاعتي. ضبطت الحلة بتاعتي في لمدة نص ساعة. آه، في نص ساعة، ونص ساعة بس، ما بتحتاج أكتر من كده. وتعملي حساب في الموية، ما تزودي موية كتير لأنه حلة الضغط أساسا هي ما محتاجة موية، تشتغل بالبخار. لكن أنا أصلا عايزة الشوربة، فعشان كده أنا كبيت موية يعني كتيرة، زي كوبايتين كبيرة. وغطيتهم على كده وخليتهم خليت كل المكونات مع بعض تتسبك. وبعد كده خلاص جيت على الكسرة بتاعتي. كبيت 3 كبابي
دقيق أبيض، دقيق كسرة، أو بنسميه إحنا دقيق عيش، عيش الكسرة. آه وتلاتة كبابي نفس الحجم منها. دقيق فينة، وكوباية كبيرة خمار بتاع اللي هو العجين المخمر بتاع الكسرة. أضفته للخليط بتاعي، وضفت له موية، ولخبطتهم مع بعض لحد ما وصلوا لقوام مناسب. لشنو؟ للعواسة بعد كده. ودي بتتحكمي فيها انتي. في ناس بيميلوا دايما انه يعملوا الكسرة تكون خفيفة، فبيقوموا بيعملوا العجين رقيق. بعدين لما يجي يعوسوه الكسرة بتكون خفيفة. ودي مثلا ذاتها بتكون لناس الأم رقيقة، والحاجات الزي دي يعني بتكون خفيفة ذاتها على المعدة، وأنا بحب أصلا تكون خفيفة الكسرة. ولا إذا أنتي بتحبيها تكون تقيلة شوية، بتقومي تقلي العجين ما يكون رقيق. لما تعوسيها بتطلع معاكي سميكة شوية. آه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيام دي أيام مباركة، فيها الأجر مضاعف إن شاء الله. سامحوا وتسامحوا وتصالحوا وتصافوا. ربنا يرفع عنا الكرب يا رب العالمين. ونرجع بلدنا تامين ولامين، ونعمر بلدنا إن شاء الله يا رب العالمين. ما تنسونا من الدعوات، تنسونا في دعواتكم، تنسونا في دعواتكم. كده خلاص جهزت عدتي بتاعت الكسرة. هنا خلاص السليقة ظبطت. تجيب مصفى وتطلع البصل، تصفيه تطلعيه. دي أسهل طريقة يا جماعة. أنا جربت الملعقة وجربت الكمش، لكن أنسب طريقة تجيبي ليكي مصفى تدخليها في الملاح، ويطلع معاكي البصلة والطماطمة كاملة بتطلعيها. وبعدين بتكبي ليكي ملعقة بتاع التوم آخر حاجة يعني منها. وانت عايزة تلاقي الملاح، لأن الخطوة دي مهمة شديد، بتدي نكهة كده حلوة للطبيخ بتاعك. دايما في أي طبيخ بتاعي ملاح بضيف في آخر مرحلة ملعقة بتاع التوم، ملعقة صغيرة أو نص ملعقة آه كبيرة، بتدي الملاح طعم جميل ولذيذ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كده خلاص، كده خلاص طلع الغدا. بس الكسرة والشطة
واتغدينا. طبعا الفيديو ده طول، كل مرة أقول عايزة أنزله أنزله أنزله، لكن مشغوليات الحياة والله وجري شديد ما قدرت أنزله، وغايته الحمد لله. كده خلاص جيت وعملنا الجبنة بتاعتنا. نحاول بقدر الإمكان نرجع لأجواء السودان. أنا طبعا الجبنة بعملها في البوتجاز وبنشربها بالسيرمس عادي. لكن مرات لما نحب نعمل أجواء زي أجواء السودان والكانون وشنو، الحتة دي كانت صعبة بالنسبة لي، لأنه هنا ما في قوانين. والله في منطقتي دي نهائي ما في قوانين، وفتشت لكن ما لقيت. أختي ربنا يديها العافية صممت القانون ده، جابت العلبة بتاعت اللبن النيدو وبس قامت في سلوك كده. آه يا سبحان الله، هي من زمان عندها الموهبة دي من أي يعني تصلح الأجهزة الخسرانة. يعني سبحان الله في البيت كأنها ولد تعمل أي حاجة، تصلح أجهزة خسرانة، تبرمج. ما شاء الله ذكية وشاطرة، ربنا يوفقها. عملت القانون ده وبقينا خلاص نعمل به الجبنة سوري، نعمل به الجبنة ونظبط به أحلى قعدة. الجبنة كانت حلوة شديد. أنا بستعمل في الجبنة بس 3 مكونات: البن، البن المسحون، والزنجبيل، وشنو والقرفة. قرفة عود صغير حاجة كده نتشة. ما بحب أضيف تاني أي حاجة. أضيف للجبنة ما بحب بهارات نهائي، ولا حتى أمي ولا حتى كل ناس البيت بالكتير بيحبوا إنه يضيفوا حتة قرفة. بعد ده طبعا رميت الفحمة، عملت الحركة دي ما عارفة قالوا أظن بيشيل المرارة بتاعت القهوة. لكن أنا برضو من خلال تجربتي أحس إنه فعلا أيوة بتدي طعم حلو بأمانة. بتضيفي بترمي قطعة فحم، جمرة مولعة، وبتحطي فيها السكر. بتشيل المرارة بتاعت القهوة، وبتدي القهوة طعم جميل جدا جدا جدا، وبتكون كده يعني خفيفة. سبحان الله. كده خلاص الجبن حقتي طلعت وشربنا القهوة. شربنا القهوة قهينا الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتروا من الاستغفار يا جماعة، كتروا من الاستغفار. لا من تكون قاعد براك استغفر، لما تكون ماشي في الشارع استغفر. الحاجة دي ما بتنتبه ليها. يعني انت ممكن تشوفها حاجة بسيطة لكن والله ما بسيطة. آه، في هنا كنا بنحضر في مروة هوم أثناء الجبنة. صورت لكم لقطات طوالي من شاكلة، وأنا كنت متابعاكي وإنتي ومشاذلي من زمن كان الجروب نازحة. وتغير الاسم ولحد ما
الجروب يتغير الاسم